السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير المسمن. كيجي لذيذ ومورق وكذلك خفيف بطريقه اللي هي سهله وبسيطه بلا دلك بلا مجهود وبمكونات اللي هي بسيطه. فخليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو دائما ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم، واللي ما مشتركش في الحساب ديالي التوابل المغربيه يشترك فيه. فعندي هنايا بالنسبه للدقيق عندي 3 زلايف من الدقيق الابيض اولا الفورص. غادي نحتاج معاهم زلافه من الفينو. بالنسبه للدقيق فانا سبق ليا غربلته. غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال السكر، ممكن تعوضوها بالعسل، وغنضيف كميه من الملح على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف معاها كذلك معلقه صغيره من الخميره ديال الحلويات. غادي نخلط المكونات شويه وغادي نبدا نجمعهم بالماء دافي، يعني بالنسبه للماء ما يكونش سخون، غير دافي شويه فقط تنحيدوا لي ديك البروده. غادي نبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى نجمع العجينه ديالي. فهنا بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف كتشوفوا راه كتجي خفيفه، يعني كتجي كتلصق في اليدين. وبالنسبه للدلك انا ما دلكتهاش نهائيا، يعني هنا بحال جمعتها كيف كتشوفوا. غادي نديها ونجيبها شويه هكا باش تنسجم صافي، وغادي نخليها ترتاح. فهذا هو القوام ديال العجينه كيف كتشوفوا راه كتجي خفيفه. فهنا خديت واحد العلبه اللي درت فيها شويه الزيت وغادي ندير فيها العجينه ديالي، غنخليها ترتاح. فالعجينه المسمن قد ما ارتاحت قد ما كتعطيكم الطعد في الخدمه وكتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه. بالنسبه لي انا فعجنتها في الصباح وحتى العشيه عاد غادي نشكلها هكا باش كترتاح مزيان وما كتحتاجوش انكم تدلكوها نهائيا، هي كتدلك راسها براسها. فغادي نخليها دابا ترتاح في هذه العلبه بعد ما يعني لبستها تقريبا كامله بالزيت. وبالنسبه لهاد العجينه كذلك اللي بغى يعجنها في الليل عادي يخدمها في الصباح، ماشي مشكل لانها ما فيهاش الخميره ديال الخبز، ما غاديش تخافوا منها. وبالنسبه للخليط اللي غادي نخدم به اولا نورق به المسمن ديالي، عندي هنايا زلافه من الفورص اولا الدقيق الابيض، زدت عليها نص زلافه من الفينو، خلطتهم مزيان وغادي نضيف لهم كيس من الخميره الخاصه بالحلويات. غادي نخلطهم وغادي نحتفظ بهم على جنب. وبالنسبه للدهن عندي هنا نصف علبه من الزبده ديال العلب. انا استعملت لا بريري هكا كتعطي مذاق زوين، يعني ما كتجيش المذاق ديالها مجهد في المسمن. وعندي هنايا كميه من الزيت، غادي نبقى نضيف الزيت وانا كنخلط في الزبده حتى نتحصل على واحد الكريمه اللي كتكون خفيفه شويه، هي باش كنورق المسمن ديالي كيجي هشيش وكذلك كيبقى مورق من الداخل. وهنا العجينه ديالي بعد ما ارتاحت كيف كتشوفوا، شوفوا القوام ديالها كيفاش كيولي، رغم اننا ما دلكناهاش نهائيا، انا غير جمعتها فقط يعني ما دلكتهاش نهائيا. شفتوا كيفاش كتولي مطاطيه وكتعطينا الطعم في الخدمه. غادي ندوزو دابا باش نشكلوا المسمن ديالنا. فغادي نبدا نشكل منها هنا كويرات اللي يكونوا صغار شويه، وغادي نوضعهم في واحد الاناء وندهنهم بالزيت. بعد ما شكلت العجينه ديالي كامله فغادي ندهنها بشويه ديال الزيت من الوجه باش ما كتشكلش القشره، وغادي نغطيها ببلاستيكه ونخليها على جنب ترتاح لينا تقريبا ربع ساعه هكا باش كتعطينا الطعم في الخدمه. بعد ما ارتاحت لينا العجينه دابا غادي ندوزو باش نبداو نشكلوها. فغادي ناخذ هنا كميه من الزيت، غادي ندهن به سطح العمل وغادي نحاول نطلق الكويره ديالي رقيقه مزيان. وكناخذ هنا شويه من الخليط ديال الزبده والزيت، يعني غير برؤوس الاصابع دهنه خفيفه كيف كتشوفوا فقط. غادي نرش بشويه الدقيق، غير القليل فقط كيف كتشوفوا.
صافي. وغادي نطوي المسمن ديالي بالطريقه العاديه. غادي نحتفظ به على جنب وغناخذ كويره اخرى غادي نطلقها بنفس الطريقه. غادي ندهنها دهنه خفيفه بالخليط ديال الزبده والزيت، وغادي نرش بشويه الدقيق، وغادي نوضع فيها العجينه اللي شكلنا من قبل. غادي نطويها بنفس الطريقه الاولى هكا باش كيجيونا الطبقات لداخل وكيجي مرق مسمن مزيان. وغادي ندير دهنه خفيفه من الخليط ديال الزيت والزبده، نرش بشويه الدقيق ونطوي المسمن ديالي بنفس الطريقه صافي. وكنحتفظوا به على جنب وندوزو باش نشكلو وحده اخرى. فغادي نحاول نعاود معكم قطعه اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان. هنا بعد ما شكلت المسمن ديالي كامل، دابا غادي ندوز باش نبدا نطيبو. فهنا خديت قطعه من ورق الطبخ اللي قطعتها هكا بشكل مربع، وغادي ندير ليها دهنه خفيفه من الزيت ونبدا نطلق فوقها المسمن ديالي. بالنسبه لي انا استعملت هذه الطريقه لان البلاصه فين كنطيب بعيده شويه على سطح العمل، على البلاصه فين كنصور. داكشي علاش كنستعمل هذا ورق الطبخ. ممكن نتوما تطلقوه بطريقه عاديه يعني بدون ورق الطبخ. فغادي نطلق العجينه ديالي بهذه الطريقه. بالنسبه للسمك تحكموا فيه كيف بغيتو المسمن ديالكم شويه غليظ ما تطلقوهش بزاف، بغيتوه رقيق فحاولوا تطلقوه مزيان. انا غنخليه في متوسط يعني ماشي غليظ وماشي رقيق. غادي نطلق المسمن ديالي بهذه الطريقه. وهنا بعد ما سخنت لي المقله مزيان فكندير فيها رشيشه خفيفه من الزيت وكندير المسمن. نحاول نحيد ورق الطبخ بشويه يعني بشويه كيتحيد لينا بسهوله، وغادي نخلي المسمن ديالي كيطيب. فهنا غير كنحس ان المسمن ديالي شد راسو صافي كندير رشيشه خفيفه ديال الزيت من الفوق وكنقلب، يعني ما كنخليوش يتحمر، كنبقاو نقلبوا فيه حتى كيتحمر لينا تحميره وحده من الفوق ومن التحت، وكيجينا الشكل ديالو زوين يعني ما كتجيش بلاصه محمر وبلاصه بيضاء. غادي نقلب انا المسمن ديالي بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، يعني غير بدا كيشد راسو صافي قلبته صافي. وغنستمر بهذه الطريقه كنبقى نقلب في المسمن ديالي حتى كياخذ تحميره زوينه من الفوق ومن التحت وكنحيدها. بعد ما طابت لينا المسمن ديالنا كنحاولوا نحلوه شويه هكا. فهنا راه مازال سخون بزاف، فشوفوا ليا من الداخل كيفاش كتجي التوريقه ديالو، يعني كتجي طبقه كل طبقه بوحدها. وغنستمر بنفس الطريقه كنبقى نطلق المسمن ديالي كنطلقوه بالزيت يعني بشويه الزيت غير الاصابع هكا باش ما كيلصقش، وكنوضعو مباشره في المقله اللي نكون رشاها بشويه الزيت. وكنستمر انني نقلبو كل وقت هكا باش كتجي التحميره زوينه كيف شفتوا. فراه كيجي ناجح 100%. وهذا هو المسمن ديالنا بعد ما طاب كيف كتشوفوا. فهذه هي الكميه اللي عطاتنا القياس اللي عطيتكم ديال الدقيق، هذه هي الكميه اللي عطاني. شوفوا لي كيفاش كيجي من الداخل، فراه كيجي مرق وخفيف وكذلك كيجي رطب، يعني ما كيجيش داك المسمن اللي قاصح، كيجي رطب. والتحميره ديالو كيجي تحميره وحده كيف شفتوا. بالنسبه اللي بغى يحتفظ به في المجمد ممكن ما تحمروش بزاف، يعني حمروه غير تحميره خفيفه هكا باش ملي تبغيو تسخنوه كتعاودوا تحمروه. فغادي نقطع معكم وحده من الداخل باش تشوفوها كيفاش غادي تجي.
شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، وكذلك البنه ديالو كتجي زوينه، يعني ما كتجيش باينه فيه الزبده بزاف. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقكم، والى اللقاء في فيديو قادم وصفه جديده ان شاء الله.